علشان قد ايه ربنا عارف نقاوة القلب وعارف البساطة، ومهما الواحد غلط ربنا ممكن يسامحه تاني. القديس ده كان سايح، يعني هو كان اتربى في تربية حلوة جدا ونشأ جوه يعني أهل حلوين خالص ربوه، وكان بيدي للفقراء والمساكين من وهو صغير، وهو لسه صغير برضه راح التلمذ على ايدين واحد من القديسين، وهو هناك طلب من أبوه كان دايما يحكوا أبوه الروحي، يعني دايما يحكي له على الآباء السواح. والسواح دول ايه بقى؟ انا عاوز اعرفك كلمة السواح، عشان احنا عندنا برضو غلطة كده، دايما نقول ايه طبعا فيريني كانت سايحة، هو كرولوس كان سايح، ابونا بشوي كان سايح، ما ينفع ابونا فانوس كان سايح، هم قديسين. كلمة قداسة هي الأشمل. كلمة السايح هو الإنسان اللي خرج للصحراء الجرداء بمزاجه، تاه في الصحراء بمزاجه ومش هيرجع تاني بمزاجه ولا يرى وجه إنسان. يعني أرجوكم ما نلخبطش، لما نقول سايح يعني لا يرى وجه إنسان. خلاص؟ تلاقي مثلا القديس الأنبا كراس السايح قعد حاجة أو 50 سنة لم يرى وجه إنسان. الأنبا بولا أول السواح يجي 80 سنة لم يرى وجه إنسان. قديسة مريم المصرية أو السائحة قعدت حاجة و30 سنة لم ترى وجه إنسان. لا يرى وجه إنسان. ممكن يشوف سواح زيه، ممكن يشوف قديسين، ممكن يشوف القديس اللي هيجي يدفنه أو هيكفنه يعني في آخر حياته، لكن هو ده السايح. فهو كان بيسمع أنبا موسى، بيسمع أو القديس موسى ده كان بيسمع من أبوه الروحي عن سير القديسين والسواح، فاشتاقت نفسه إلى حياة السياحة. وفعلا جه في مرة وطلع في الصحراء وقعد ماشي. لما أقول لك طلع في الصحراء بقى إحنا بنقولها في كلمة واحدة، لكن الحقيقة هي طويلة قوي، يعني اتبهدلوا، فقعد ماشي ورجليه تتقطع من الحجارة ويجوع ويعطش ويغمى عليه ويرجع تاني، وربنا يفضل سنة سنة لغاية ما يدربه ازاي يعيش في الصحراء وياكل بقى ايه. ربنا يديله بالنعمة بتاعته ممكن ياكل العشب بتاع البرية، لكن يلاقيه في بقه زي السكر وزي العسل، خلاص بقى لأن ربنا مديله نعمة زيادة. كويس؟ فده السايح. فالقديس موسى ده حصل معاه كده، ابتدى يكبر في الروحيات وبقى سايح كبير جدا. مين اللي هيحسده؟ تفتكر مين يعني؟ الشيطان طبعا. الشيطان هيتجنن الراجل البسيط ده. وأنبا موسى ده راجل بسيط طلع من قرية مش فاهم حاجة خالص، دخل في السياحة، ابتدى يعلو بس العدو الخير مش عاجبه، فقرر ان هو يأذيه. طب يأذيه ازاي؟ قعد الشيطان بقى، انت عارفين الشيطان يا اولاد مش الشيطان عمره ما يوقع حد من الدور العاشر، يعني ما يزقش واحد من الدور العاشر، لا ينزله على السلالم سنة لغاية ما يجيب أجله يعني. عشان كده ايه قعد يفصل له حاجة. انت فاكر الشيطان بيحارب كل الناس زي بعض؟ لا، تفصيل يا حبيبي، يفصل لك. يعني يقول فلان ده انا ممكن اوقعه، ده ماسك في ربنا جامد قوي، بس ممكن اوقعه بس 5 سنين كده هجيب اجله خالص. يبتدي يعمل خطة علشان يأذي البني ادم او يبعده عن ربنا تماما بعد 5 سنين. طموح حلو قوي، زود له الطموح بتاعه، خليه ينجح، يكبر، الفلوس تزيد، يبتدي يكون اكتر، شغله يزيد. ايوه شلناه من الكنيسه، يعني شلناه من الخدمه، وشلناه مش عارف من مدرسه، وشلناه مش عارف ايه. ايوه كده تمام، هو جاهز للخط، هيقع على طول. يقوم تلاقيه وقع في خطيه ورا الثانيه ورا الثالثه وبعد عن ربنا، وهو يقول انا كنت فين من محبتي الاولى، ويسوع يقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. هو ده اللي بيحصل يعني. فالشيطان قاعد يفصل للأنبا موسى تفصيله كده، قال لك لو ظهرت له هيرشم عليه الصليب هيجيب اجلي. طب انا احسن حاجه اعمل ايه؟ اظهر له بطريقه مختلفه شويه.
فابتدى يظهر كأنه شيخ راهب مسن، كأنه مسواح هو كمان، بيظهر كده شوية وهو ماشي في الصحراء ويختفي، وشوية تاني يظهر له بعدها بيومين ويختفي، وفضل يعمل كده لغاية ما أنبا موسى كان نفسه منع عينه الشيخ القديس ده يتكلم معاه. خلاص وصل لأول مرحلة، فابتدى أنبا موسى يجري وراه كل ما يشوفه لغاية ما جاله. فالشيطان قال له، وطبعا الشياطين مع القديسين بتظهر عيانا، معنا احنا مش محتاجة خالص يعني. ده بتنزل في الشارع بتاعكم مثلا، يلا نكذب يلا نكذب يلا نكذب، كل الناس تكذب، يلا نتخانق، كل واحد يتخانق مع مراته، ولا كل واحد يتخانق جوزها، كلهم يتخانقوا، يعني مش محتاجين، يعني انا بتكلم على واحد سايح. ها الأنبا موسى شاف القديس ده من بعيد، كان نفسه منع عينيه يكلمه، راح لغايه ما جه في مره الشيطان يعني استناه لغايه ما راح له، فقال له يا ابي انا نفسي اتعرف عليك، ونفسي اخد بركه واتعلم منك حاجه، انا ما بقاليش كتير في البريه غير حوالي 30 سنه بس انا نفسي اتعلم منك. والشيخ الكبير في المسن ده مش راضي يرد عليه خالص، قال يعني كانه بيصلي يعني. وأنبا موسى ماشي وراه يتكلم معاه ويقول هيكلمني بالتاكيد هيكلمني، وكل ما يجي أنبا موسى يصلي الشيطان لا يوجد، كل ما يجي يعمل مطنيات الشيطان لا يوجد، كل ما يقول اسم ربنا الشيطان لا يوجد. لكن أنبا موسى مش قادر يدرك ولا يعرف اللينك الكونكشن بينهم، يعني ان هو لما بيصلي ده بيختفي او بيبعد او بيبقى مش موجود. فقال له يا ابي بعد كام يوم كده، يا ابي وانا كل ما اجي اصلي ما بلاقيكش ليه؟ قال له اصل انا في البريه بقالي سنين طويله جدا وانا ما بحبش احضر صلاه مع حد، انا بحب اصلي لوحدي، وصلوات لي طريقه خاصه في الصلاه وكده. فارتبط بيه اكتر وحبه اكتر، ياه ده راجل قديس بقى وسايح من سواحب كبار قوي وبيصلي على طول، ده انا نفسي فعلا ابقى كده مع واحد زي ده. فابتدى يمشي وراه اكتر وكده. المهم الشيطان سنه ابتدى يصاحبه، قال له يا ابي طب احكي لي قصتك. قال له انا كنت من الناس العظماء جدا جدا جدا، وكنت غني جدا وكان عندي فلوس كتيره خالص، وبعدين الحقيقه مشيت في الشر وبعدت عن ربنا خالص، وبقى عندي اطفال كتيره قوي من خطيه الزنا، وبعمل كل الموبقات والشرور اللي في الدنيا، ولكن ربنا لمس قلبي واتغيرت، فقررت ان انا اسيب الدنيا كلها، ورحت قعدت في واحد من القصور اللي هي كانت عندي وكان بعيد شويه عن المدينه، وتوحدت وقعدت فيها اصلي، وهوري لك القصر ده نروح سوا وهتشوفه. وفعلا خدوا سنه فجاه لقى في الصحراء قصر جميل كده كبير قوي، فراح دخل قال له يا ابني انت ممكن تقعد مكاني هنا وتصلي وتتعبد لان ربنا قبل صلواتك بس خليك مكاني. فهو بيزوروا القصر وبيفرجوا، والراجل طبعا ده راجل غلبان فقير يعني اصلا من قريه، لما شاف القصر ده انبهر جدا وانبهر بكل حاجه فيه. وشويه ولقى حد زي بيعدي كده، فقال له ايه ده في حد تاني في القصر، ده في حد تاني في القصر. قال له يا ابني ما انا ما كنتش عاوز اقول لك الا لما يعني انت تشوف القصر بنفسك وتشوف. انا قلت لك ان انا كان عندي ولاد كتيره قوي من الزنا، فبعد ما توحدت جات لي واحده من اللي انا كنت غلطت معاهم وقالت لي انا في بطني بيبي منك ولازم تاخده، انا هعمل بيه ايه وكده، وولدت البيبي وسابته ومشي، وطلع البيبي بنت جميله جدا، انت هتشوفها ما تخافش منها، دي بنت حلوه خالص وانا مربيها في خوف ربنا ومش عارف ايه وكده. وشويه وجاب له البنت وعرفوا عليها واتعرف على البنت ولقاها جميله، والشيطان قعد يقول له انا عاوزك تتجوزها لان انا بعد ما همشي انا خلاص فاضل لي ايام قليله واموت، وارجوك تاخد بالك منها وتتجوزها. قال له لا اتجوز ازاي، انا عايش لربنا وعايش لربنا بس. وابتدى قال له تعالى نمسك الكتاب المقدس ونشوف ان القديسين اللي كانوا عايشين لربنا كانوا متجوزين برضه، ربنا ما بيكرهش الجواز يعني.
شوف إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا أغنياء وكانوا متجوزين وربنا قبلهم، ولما حد بيموت بنقول يدخلوا في يعني أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب سواء متجوزين ولا مش متجوزين، فالجواز مش خطية وربنا قايل كده، وابتدى يثبت له من الكتاب المقدس. وطبعا الشيطان خبير كتاب مقدس. بتقول لي أنت حافظ آيات؟ لا، هو حافظها من جلد لجلد. فقعد يقنعه، فالراجل بسذاجة الأنبا موسى زي ما قلت لكم كان بسيط جدا، فلقى الكلام معقول، وهو طبعا ما فيش دارس ومش دارس قوي وكده، فالشيطان قدر يقنعه فوافق. فقال له خلاص حط ايدك في ايدي وخلاص، انت اتجوزت البنت دي، وحطوا ايديهم في ايدين بعض وخلاص. وبعديها بيوم الشيطان قال له انا هموت، تعالى تفني ومش عارف ايه. وشكله كأنه مات يعني، فحطه في المدفنة اللي هو قايل له عليها، ورفع الستر علشان يغطيه. فهو بيعمل كده طلع من تحت الستر ريح قوي جدا جدا جدا، هوا جامد قوي، وقعت الأنبا موسى على ظهره، وزي دخل في يعني دخ شوية أو في غيبوبة شوية. فتح عينيه لقى لا في قصر ولا بنت ولا أي حاجة. فعرف ان الشيطان ضحك عليه وقال له ان انت اتجوزت واحده. هو طبعا ما اتجوزش ولا حاجه، بس هو كونه انه وافق على الجواز او خلاص، ان هو حس ان هو الشيطان ابتدى يلعب على دماغه بقى، وقال له يا عيني عليك كده وافقت تتجوز كده بعد ما كنت متوحد وقديس وسايح. جه ياكل بقى من العشب البريه تاني، لقى طعم وحش قوي، وراحت النعمه منه بسبب ان هو ما كانش حكيم كفايه انه يعرف ان الشيطان بيضحك عليه. فابتدى يفكر طب هعمل ايه؟ طب ازاي هعيش في الصحراء تاني؟ الحيوانات ابتدت تخاف مني وانا بقيت اخاف من الحيوانات تاني، انا هبدا من اول وجديد. من 37 سنه كنت بدات وابتدى يفكر جامد جدا. فقال احسن حاجه اروح لاقرب مدينه اجيب منها اكل واجي اقعد عشان هلاقي اكل شويه ولا حاجه. وبسرعه الشيطان قال دي فكره حلوه. وشويه ولقى قافله ماشيه أنبا موسى، والراجل صاحب القافلة بيقول له أنت رايح فين وجاي منين وبتاع. فقال له لا أنا عايش هنا في الصحراء وعاوز أنزل العالم، بفكر يعني عشان أقرب بلد يعني كده. قال له كويس تعالى معايا أنا ممكن أخدك وأوصلك. وفعلا خده وقعدوا يتكلموا مع بعض وحكى له حكايته. فقال له ما ده طبيعي، ما فيش حد دلوقتي بيتوحد غيرك يعني، ما فيش توحد ولا كلام من ده، الناس كلها بتتجوز والجواز ده كويس ومش عارف ايه وكده. وقعد يشككه في ايمانياته كلها، ووصله لغايه بلد وقال له اقعد جنب البير بتاع البلد ده، في وسط البلد او جنب البير هتلاقي حد من البلد يجي ياخدك ويستضيفك، ويبقى الصبح خد منهم بقى الاكل وكده. شويه وجات له واحده ست تانية جميله قعدت تتكلم معاه، انت رايح فين وايه اللي مقعدك كده؟ لا تعالى عندي البيت، مش هسيبك لوحدك كده في البلد. فراح عندها البيت، جملت نفسها اكتر وقعدت تحكي معاه وقعد يحكي لها حكايته، جابت له اكل وميه وغسلت رجليه واهتمت بيه خالص وكملت عليه، وقعدت تقول له انا غنيه جدا ومش عارف ايه، انت خلاص لدام راحت القداسه منك فانت مش هتقدر ترجع تاني. انا شايفه انك لدام جيت لغايه العالم اتجوزني وانا هبقى خدمتك بقيه عمرك وهساعدك واللي انت عاوزه اعمله ومش عارف ايه. وصدقها المسكين الانبا موسى. قالت له بس في حاجه واحده بس يعني، الديانه بتاعتي مش هي المسيحيه وانا يهوديه، وانت لازم تقبل اليهود لان المسيحيين خلاص كلهم رجعوا بقوا يهود. في الفتره اللي انت كنت في الصحراء ما بقاش في مسيحيين تاني، مفيش الا انت، فانت لازم ترجع. وقعدت تبين له الكتاب المقدس برضه. عشان كده بقول لكم الشيطان بيستخدم الكتاب المقدس كويس قوي ساعات ضدنا يعني. المسكين الساذج ده قبلها ووافق وانكر مسيحه، وقالت له تعالى اوريك اهلي هم موجودين في الحته الفلانيه واديك كل نتجوز واديك كل اللي حيلتي وكده. ففضل ماشي وراها، دخلت في الصحراء، فضل ماشي وراها، طلعت جبل، فضل ماشي وراها، طلعت فوق الجبل. هو تعب جدا بقى، هي ما بتتعبش خالص وهو تعبان يعني. فبعد ما طلعت الجبل وهو تحت في سفح الجبل وفي حته مقطوعه خالص، قالت له يا موسى يا مسكين
انت مش قادر تفهم، وسذاجتك هي السبب اللي ضيعتك. على فكرة انا الشيطان اللي قبلك وجوزك بنت وانا ما عنديش بنت ولا حاجة، ووراك قصر وانا ما عنديش قصر ولا حاجة، وانا الشيطان اللي خدك من البرية عشان اجيبك العالم، وانا الشيطان اللي خدك من البيت لهنا عشان تنكر مسيحك، فانت انكرت مسيحك وضيعت بتوليتك وكل حياتك ضاعت. انت مالكش امل خالص في الدنيا، انت ربنا نبذك تماما، بيكرهك جدا بسبب اللي انت عملته. بعد اللي عمله لك كل حياتك انت قدمت لربنا اسوأ ما عندك، فانت مالكش اي رجاء ولا اي امل، وهتموت في الصحراء دي يأسان ومالكش اي دخول للسما خالص. واختفت وهي بتضحك، او الشيطان اختفى وهو بيضحك، واترمى القديس الانبا موسى في الصحراء يبكي بدموع مرة. ازاي الشيطان ضحك عليه 3 مرات وضربه الضربات دي كلها، وقعد قال له يا رب انا عارف ان انا هموت في وسط الصحراء دي، فانا موافق اموت بس وانا تايب. ارجوك تقبل توبتي، ارجوك تقبل اعترافي. انا ما كنتش كويس وما سألتكش في اي حاجة، انا يعني على قوتك لا تعتمد، انت قلت يا رب، وانا اعتمدت على نفسي واعتمدت على حكمتي ومعرفتي وانا ما كنتش فاهم حاجة، فاغفر لي. وقعد يبكي بكاء مرا، وقعد في الصحراء ايام وايام وشهور وسنين يبكي ومش قادر يقول له يا رب لا يعني خدني، بس ارجوك تقبلني في ملكوتك، لاني انا عارف ان رحمتك واسعة جدا. وإله الحب، إله المغفرة، ربنا يسوع المسيح له المجد قبل توبته وسامحه من كل قلبه، وبعت له القس صموئيل، كان قس البرية في الوقت ده، وهو ده اللي كتب لنا قصة حياته. قال له أنا يا أبي ربنا بعتني ليك علشان أقول لك إن يسوع قبل توبتك وإنك هتخش السماء. فقعد يبكي وحكى له كل قصته من الاول للاخر، وقعد يعترف بخطيته، وابونا قرا له التحليل. قال له تعالى تناول عشان في كنيسه قريبه هنا. قال له لا، ده انا الحته دي كفر خالص ما فيهاش اي حاجه. قال له تعالى يا ابي، وخده، وربنا فتح له عينيه فلقي في كنيسه تحت الارض ما حدش بيشوفها غير الاباء السواح والقديسين، فنزل وصلى معاهم وخد بركه. وبعد ما تناول وكده انبا صموئيل، احنا بنقول عليهم انبا مش عشان هم اسقفه، عشان هم قديسين يعني. القس صموئيل قال للقديس موسى على فكره هنا في مقبره للاباء السواح، قال له ممكن اخد بركتهم. فراح وريها له وفتح له المقبره، نزل تحت علشان ياخد البركه. فضل القس صموئيل منتظره شويه، وبعدين دخل يبص لقى انا نايم جنبهم وحاطط ايده زي الصليب، وطلع السما في منتهى البساطه. وصحيح وقع، وصحيح اخطا، صحيح بعد عن ربنا خالص، لكن ربنا رجعه تاني ورجعه لقامته الروحيه احسن من الاول، وبقى قديس عظيم واسمه القديس الانبا موسى السايح. طوبى لأنقياء